السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو النهاردة ومكملين زي ما احنا في كورس دارت. والنهاردة هنعرف الفور لوب أو التكرار. يعني إيه الكلام ده؟ أقول لك أنا يعني إيه وهدي لك مثال رايق شوية. أنا لو عندي الإكس أو عندك حبيبتك مثلا وعايز تكتب لها بحبك 1000 مرة، تمام؟ بس بلغات البرمجة. طبعا هتعمل برنت، حلو، وهتكتب فيها مثلا تقول لها بحبك، تمام؟ حلو. طيب هل يعقل ان انت عشان تكتب او تطبع بحبك دي 1000 مرة تقعد تكتب 1000 برنت؟ لا، مستحيل. وعشان تروح تكتب لها بحبك 1000 مرة تقعد تكتب بحبك 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 بحبك، هتبقى عملية يعني مرهقة وهتاخد منك وقت كتير قوي. لكن احنا كمبرمجين ما بنحبش نعمل كل ده، عايزين نختصر. هنستخدم البرمجة في كل حياتنا، في كل حاجة معاك في حياتك هتبقى برمجة. طب ازاي الكلام ده؟ اقول لك انا ازاي. هيجي عندك الفور لوب، فيعني في كل لغات البرمجة بشكل عام يعني، تمام، اللي هو التكرار. هنكتب فور، اسف، هنكتب فور، تمام. وهنعمل متغير من نوع انت، هنسمي المتغير ده اي، تمام، وهنديله قيمة الصفر. حلو. طيب حلو. وهنقول له الاي لو اكبر من 100 هتقول له اي زائد بلس بلس، تمام. طيب تمام. وهتيجي هنا زي الشاطر وهتقول لها بحبك. تيجي هنا ايه، تقول لها، هتيجي هنا وتقول لها بحبك. تعال نرن الكود ونشوف النتيجة بتاعتنا. بص يا سيدي، انت كده كتبت لها بحبك 1000 مرة، من غير، انت كتبت بحبك مرة واحدة بس. لكن الفور لوب كتبها، اسف لان انا هنا كاتب 100 مرة، ما كاتبش 1000 مرة. تمام. لو حطينا صفر عادي مفيش اي مشاكل. هنا انت قلت لها بحبك 1000 مرة. انت شايف ازاي؟ شايف البرمجة وجمال لغة البرمجة اللي احنا بنتعلمها دارت، تمام. هي دي عملية التكرار والفور لوب. لو عايز تكتب الحاجة بتاعتك أكتر من مرة، يعني ممكن تغير قيمة الصفر دي، ممكن تغير قيمة الألف دي زي ما أنت عايز، ممكن تخليها ما للنهاية لحد ما الجهاز يهنج ويضرب في وشك، تمام. يا رب الدرس ده يكون عجبك النهاردة وعرفت ازاي تطبع لحبيبتك بحبك 1000 مرة. آسف، قصدي عرفت يعني ايه الفور لوب، تمام. وإن شاء الله في الدرس اللي جاي أو وكمان قدام هشرح لك أكتر عن الفور لوب وازاي بنستخدمه. هناخد أمثلة عملي حقيقية عليه، تمام. لكن أنا هنا بختصر عليك لأن أنا بشرح لك لغة البرمجة دارت، أنا مش بشرح لك أساسيات البرمجة. في أول الكورس قلت لك أنت لازم يكون معاك أساسيات البرمجة. خدت أساسيات مع أي حد من الموجودين، سواء كورسات مدفوعة أو مجانية، حاجة زي الCS 50، حاجة زي مثلا زي الكورس اللي أنا رشحته لك في البداية بتاع كورس الأستاذ يوسف شوقي، تمام.
بس فهي دي الفكرة. يا رب يكون درس النهاردة عجبك واستفدت منه، واشوفك الدرس اللي جاي. سلام.